مساء الخير مشاهدينا، اهلا بيكم معانا النهارده. بنجدد التحيه مره اخرى ومباشر من مصر، وفقرتنا اليوم هي فقره الاقتصاديه. اسمحوا لي في البدايه يمكن اشرح بشكل سريع. يمكن النهارده احنا هيكون معانا فقره اقتصاديه دائما وابدا بتكون موجوده يوم الاحد، ولكن النهارده هنحاول اننا نتطرق فيها الى كثير من التفاصيل اقتصاديا وايضا مجتمعيا. بالتأكيد الحديث الأساسي والحديث الأبرز الآن في الصحف، في مواقع التواصل الاجتماعي، في وكالات الأنباء، قطع العلاقات مع قطر مع مجموعة من الدول، مصر والإمارات والسعودية والبحرين. هل هناك تداعيات على الاقتصاد بشكل كبير بالنسبة لهذه الدولة؟ أيضا هنتكلم على المصريين بالخارج، هنتكلم على البنوك أو البنك القطري هنا في مصر، بالإضافة طبعا إلى أننا هنتطرق إلى المسؤولية المجتمعية الخاصة بالبنوك بشكل عام وبنك المصرف المتحد بشكل خاص، خصوصا هنتكلم في رمضان وغير رمضان ايضا. ايه الدور اللي بتقوم به البنوك في دعم المجتمع بشكل عام؟ اسمحوا لي النهارده قبل ما نبدا ونرحب بضيفي النهارده الزميل محمد بركه. مساء مساء الخير. محمد، مساء الخير عليك وعلى الساده المشاهدين، وكل سنه وهم طيبين وانت طيبه، واصدقائنا وضيوفنا في البرنامج من الساده الاقتصاديين والمصرفيين. احنا كما عودنا الساده المشاهدين بنبدا باخبار، هي اخبار خاصه للفقره. الخبر الاول عندنا يخص حدث الساعه، وهو قطع العلاقات الدبلوماسيه مع دوله قطر بعد محاولات عديده لرأب الخلافات اللي كانت قائمه واللي تسببت فيها السياسات القطريه على مدار اشهر ماضيه. الحاجة اللي احنا بنحاول نقولها وننفرد بيها تأكيدات البنك المركزي اليوم على انه ضمان حقوق المودعين المصريين في بنك قطر الوطني الأهلي، وهو طبقا لتوصيف البيان الصادر عن البنك المركزي المصري هي شركة مساهمة مصرية تعمل وفقا للقانون المصري، وبالتالي البنك المركزي يضمن ودائع كافة المصريين في هذا البنك، يعني حتى لو كان مملوك لبنك قطر. يعني هي كانت مخاوف بالنسبه للمودعين في بنك بالتاكيد قطر. هو الدور الرقيب والمنظم للسوق اللي هو اللي بيقوم به البنك المركزي، ان انت تلاحق اي احتمالات حتى ولو كانت طفيفه لمحاوله تبديد المخاوف ديت. كمان البنك المركزي قال ان التعاملات على الريال القطري في السوق المصريه مستمر، ومفيش فيه مشكله خلال الفترة اللي جاية، نظرا لأنه بعض المتعاملين في سوق الأوراق المالية وفي النقد أبدوا بعض المخاوف من أنه قطع العلاقات الدبلوماسية من الممكن أنه هو يؤثر على التعاملات في السوق. خبر تاني ربما لا يصب مباشرة في حديث الساعة، ولكنه يضيف إلى قوة والسمعة الطيبة اللي بيحققها برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الفترة اللي فاتت. شهادة دولية من دويتش بانك، وهو البنك الألماني العريق اللي هو أحد أكبر البنوك العالمية، في تقرير لي قال انه السياسه الاقتصاديه والنقديه في مصر تمضي في مسارها الصحيح، واعطى مؤشرات على هذا الاداء تتعلق في المقام الاول بنمو الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبيه اللي وصل دلوقتي لاكثر من 31 مليار دولار، وكذلك تراجع عجز الميزان التجاري وميزان المعاملات الجاريه، بالاضافه لخبر مهم جدا وهو
توقعاته لتراجع معدلات التضخم في مصر بنهاية 2017 لتصل حسب التقرير الدويتش بانك لحدود 20% من 31% سنويا وصل ليهم معدل التضخم المعلن من البنك المركزي مؤخرا خلال شهر مايو. تمام. طيب اذا هنا يعني مع مجموعه الاخبار وهي طبعا متعلقه زي ما قلنا في البدايه متعلقه بالحدث الابرز وهو قطع العلاقات مع قطر. ايضا هنتكلم فيه من خلال الخبر الثاني خبر دويتش بانك والسياسه النقديه في مصر وايضا تراجع التضخم نسبه التضخم على نهايه عام 2017. كل ده تأثيره ايه؟ ده ان شاء الله مع موضوعنا والمسؤوليه المجتمعيه للبنوك ان شاء الله هيبقى موضوع حلقتنا النهارده مع الاستاذ فرج عبد الحميد نائب رئيس مجلس اداره المصرف المتحد. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. اهلا بيك معانا. اهلا بيك. طيب خليني في البدايه هاخد من كلام الزميل محمد بركه فيما يخص الجزئيه الخاصه بالمودعين في بنك قطر القطري بالظبط. ويمكن فكره سرعه رد الفعل الخاصه بالبنك المركزي ما سابش الناس للمخاوف بالظبط. فدي دي نقطه كويسه وبالنسبه ليهم كمان هيبقى برضو في نوع من انواع الامان والاطمئنان. طبعا يعني بصي هو طبعا طبقا لقانون 83 لسنه 2003 قانون البنك المركزي اللي هو بيضمن ودائع المودعين بالكامل في كافه البنوك اللي بتعمل في مصر. وبالتالي انا مش عايز الناس تقلق خالص ولا يكون عندهم. اولا بنك قطر الوطني هو شركه مساهمه مصريه وبتخضع لرقابه البنك المركزي. فما فيش اي قلق لان اساسا الودائع اللي موجوده محفوظه بالكامل من البنك المركزي المصري. ده بينطبق على كل البنوك اللي هي مثلا زي بنك الامارات مثلا او كل البنوك العامله في مصر بيضمن ودائعها البنك المركزي المصري بموجب القانون 83 لسنه 2003. فمش يعني ما يبقاش في ما حدش يقلق خالص. واحنا يمكن عايزين نقول خلال الفتره اللي فاتت ما هي قطر كان العلاقه متوتره معاها بقى لها فتره طويله. يمكن حجم اكمن في ثقه في البنك المركزي وفي الاقتصاد المصري يمكن الودائع زادت في بنك قطر الوطني بالفعل في خلال الثلاث سنين اللي فاتت. فليه؟ لثقتهم في البنك المركزي ولثقتهم في الاقتصاد المصري. فما فيش اي قلق من اي نوع بالنسبه لودائع المصريين ودائع الناس اللي موجوده في بنك قطر الوطني. تمام. بالنسبة للشق الثاني وهو اللي قلناه فيما يتعلق بالتقرير الدويتش بانك. نعم. بالنسبة لحضرتك كمصرفي ربما لا يكون ده مفاجأة، ولكن بالنسبة للسادة المشاهدين ممكن يكونوا محتاجين ان انت حضرتك يعني تعطي المزيد من الضوء على المؤشرات دي سواء فيما يتعلق بحجم الاحتياطي اللي نما ده بيأثر قد ايه بالنسبة للجهاز المصرفي سواء بالنسبة لتراجع معدل التضخم. طيب يعني احنا برضو لازم يكون عندنا ثقة جامدة جدا في السياسة النقدية اللي بيتبعها البنك المركزي واستخدام ادواته خلال الفترة السابقة. الناس لما بتشوف ان الاحتياطي النقدي النهارده بيسجل 31.2 فده برضو نوع من الثقة في الادوات اللي بيستخدمها البنك المركزي. الفترة اللي فاتت لما البنك المركزي من حوالي اسبوع زود الفايدة 2% لامتصاص السيولة وكان الهدف منها معالجة التضخم والسيطرة عليه. فده برضو مؤكد ودي بتبقى دراسات من مؤسسات دولية وبنوك دولية زي دويتش بانك ان فعلا البنك المركزي بيسير على الخطى السليم. وده مؤكد ان التضخم هيقل شهر عن شهر ومع نهاية السنة زي التوقعات ما هي بتقول هينزل فعلا اقل من 20%. طب خليني اقف عند فكره التضخم عشان دي برضو الناس تبقى فاهماها. في ناس بتربط بشكل كبير نسبه التضخم بارتفاع الاسعار. تمام. احنا بنتكلم دلوقتي على انه 31.2 هيتراجع الى 20% وفقا طبعا لتقرير الدويتش بانك. تمام. ده تاثيره هيكون ايه على الحاله الاقتصاديه حاله البيع والشراء لان احنا بنتكلم على تضخم بنتكلم على ركود في حركه البيع والشراء.
يعني احنا برضو هي الادوات اللي بيستخدمها البنك المركزي للسيطره او لتقليل السيوله اللي موجوده في امتصاص السيوله الزايده في السوق المصري، هدفها ان انت بتقللي الاستهلاك اللي هو مش مرغوب، يعني في استهلاك غير مطلوب في السوق. صحيح. وبالتالي كل ده بيقلل حجم الاستهلاك وبالتالي بينزل بالاسعار. صحيح. كان الادوات اللي استخدمها يمكن البنك المركزي يزود 3% قبل كده، وبعد كده زود من 2% اخيرا. كل ده لامتصاص السيوله اللي موجوده في السوق. البنك المركزي بيبقى قدامه كم معلومات وبيانات غير طبيعيه قدام لجنه السياسات النقديه، وبيتخذ القرار المناسب للسيطره على التضخم، ودي احد اهدافه الرئيسيه. فانا عايز برضو الناس يطمئنوا جدا ويثقوا في الادوات اللي بيستخدمها البنك المركزي للسيطره واداره التضخم. اذا هي حاله عارضه. هي حاله عارضه لان هي نشات بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016. وده كان شيء طبيعي، ولكن مع مرور الوقت هتبتدي الاسعار او التضخم النسبه بتاعته تنزل تدريجيا. يمكن على قبل نهايه السنه هنلاقي المعدل نزل اللي هو 31.2 دلوقتي، هينزل دلوقتي لاقل من 20% ان شاء الله. طيب قبل ما نستكمل حوارنا، اسمحوا لنا مشاهدينا نتوقف مع فاصل اعلاني ونرجع لكم مره ثانيه. كنا نازلين مستشفى وهي بتحط اخر حاجه في الشنطه، بقفل لها السوسته شبكت في شعرها، اجيبها بقى يمين شمال ما بقتش عارف، مش فاهم بقى هي بتصرخ من الولاده ولا في حوسه وفتي، في ايه؟ كله دخل في كله، فك ده من ده في المشمش. السوسته طلعت في ايدي وهي مش عايزه تسكت، الواد بدا ينزل مع السوسته وما كانش قدامي غير حل واحد، وما لحقناش. من ساعتها موضوع السوسته بقى صدمه في حياتي. بس برضه فتحت مصنع سوسته، اصل فلوسها حلوه، فلوسها كتير، بتكسب الصراحه. الحاجات الصغيره بتعمل فلوس كتير، احنا بنستورد سوست بالملايين. تعال البنك الاهلي المصري، خد قرض على 10 سنين وافتح مصنع سوست. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. بنك سريع للدوري المصري هو اللي بيرعاه، شوف الاهلي تشوف زمالك كل الدوري معاه. بنك سريع شوف قوي، بنك سريع البورصه طبعا 100%. ما هو بنك سريع يا سلام على عائدات، ده كمان مشروعنا كمان منتشره حريفا نجيب الجوال. كانوا معانا ورانا راعي الكوره في مصر سعيد. بنك سيب، البنك الرسمي للكرة المصرية. السيد مصطفى السيد شباك رقم 1. سؤال المليون، بنك التعمير والإسكان هل هو بنك للتعمير والإسكان فقط أم هو بنك متكامل لديه جميع الخدمات المصرفية؟ معك 30 ثانية. هو بنك للإسكان؟ صح يا مصطفى، رد على مراتك. طبعا متكامل، ما هو بنك متكامل. إجابتك صحيحة. بنك التعمير والإسكان يقدم جميع الخدمات المصرفية على أعلى مستوى، بنك كبير والأول في التعمير. اللي بعده. رجعنا معاكم أعزائنا المشاهدين مرة تانية، وبنكرر ترحيبنا بضيف حلقتنا النهاردة الأستاذ فرج عبد الحميد، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد. وبننقل على موضوع يمكن مناسب لأجواء الشهر الفضيل، شهر رمضان المعظم، البنوك ودورها في هذا الشهر الكريم.
يعني احنا دايما بنسمع والساده المشاهدين بيسمعوا معانا عن الدور الاجتماعي والمسؤوليه المجتمعيه للبنوك خلال هذا الشهر وخلال العام كله، بس يمكن صحيح. الدور بيبقى اكثر كثافه في رمضان. يا ترى انتوا في البنك وفي الاجواء بتاعت الاستعدادات للشهر الفضيل ده كدعم للدور الاجتماعي بتعملوا ايه؟ طيب اسمح لي بس ان انا ادي فكره مبسطه عن المسؤوليه الاجتماعيه والخلفيه بتاعتها، لان دي برضو عمليه مستمره وتوجه مجتمعي بتلبي احتياجات الافراد في الوقت الحالي دون المساس باحتياجات الافراد وتحقيقها على تحقيق اهدافها في المستقبل. ودي اهدافها هو النهوض بالاقتصاد القومي وتلبيه احتياجات الافراد سواء في الرعاية الصحية أو المجتمعية والناحية الاجتماعية. طبعا في الدول المتقدمة بيبقى برضو أهدافها ترشيد الاستهلاك وترشيد الطاقة وتنمية وحشد الطاقات نحو استخدامها لتنمية الدخل القومي للدولة بما يعود على الفرد. يمكن المشكلة اللي عندنا بس في الدول النامية ان حجم الاقتصاد الغير رسمي هو بيمثل من 35 ل 40%، وده نسبة كبيرة ويمكن لاحظناها في انا سمعت انها مع ناس يعني اقتصاديين انه وصل لل 50 60%. يمكن شفناها بشكل واضح لما طرحت شهادات قناة السويس ولما برضو البنوك بعد تحرير سعر الصرف زادت سعر الفايدة ل 20%. حجم الأموال اللي هي بتنتقل داخل الاقتصاد الغير رسمي حجم كبير جدا، ولذلك هو دور البنوك من خلال المسؤولية الاجتماعية هو دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي. يعني أحد العوامل اللي هو البنوك المفروض بتبص لها هو داخل دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي. هو توجه الدوله بشكل عام دلوقتي. توجه الدوله. وبرضه يمكن البنك المركزي طرح عده مبادرات سواء بقى بالنسبه لتشجيع الشركات المتوسطه والصغيره، التمويل العقاري، التمويل المتناهي الصغر. فدي يمكن خلفيه بسيطه عن يعني يمكن المسؤوليه المجتمعيه. لكن احنا في المصرف المتحد الحقيقه احنا اهتمينا بالموضوع ده على اساس ان هو يكون بشكل علمي ومنظم، ووضعنا استراتيجيه متوافقه مع الايزو 26000 وتعاملنا مع مركز المصري لمؤسسة الشركات التابع لمركز تحديث الصناعة بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحيث ان احنا وضعنا استراتيجية وقلنا لهم يا جماعة حللوا لنا الفجوة بين التنمية المستدامة واستراتيجية التنمية المستدامة اللي احنا عاملينها. فالحقيقة شغالين على ده بحيث ان احنا نحشد الطاقات كلها ويبقى شغالين بشكل علمي وبشكل منظم مثل البنوك اللي هي سبقتنا في هذا المجال. طب الشق الانساني اللي هو يعتبر مكمل لهذا الكلام او هذا التخطيط، تمام، انتوا عاملين فيه ايه؟ يعني احنا دلوقتي عندنا إدارة اسمها إدارة إيثار الخيرية. كويس. الإدارة دي بدأت في 2006 مع بدمج البنوك الثلاثة اللي هم اساسا المصرف المتحد يعتبر مظله ليهم هذه البنوك الثلاثة. بالظبط كده. فالإدارة دي أنشأناها بحيث ان هي يبقى العمل بتاعها مش مجرد جمع التبرعات وأموال الزكاة والصدقات وكده، ولكن هي كمان تطور عملها بقى في شراكة بينها وبين الجمعيات والمؤسسات الخيرية والهيئات المجتمع المدني، بحيث ان يبقى الاعمال اللي بتقوم بيها كمان تطور العمل معاها بحيث ان هي بتقدم حلول مصرفيه مبتكره مع الجمعيات والمؤسسات الخيريه. خلينا ناخد يعني أيوة. مثال. أيوة. لو انا حضرتك بتتكلم على منظمات المجتمع المدني واكيد عندهم الجمعيات الخيريه او الجمعيات الخيريه عندهم داتا بحاجات كتير جدا، يعني القرى الاكثر فقرا مثلا صحيح. مثلا الاماكن اللي محتاجه مياه نظيفه، اللي محتاجه صرف صحي، مزبوط. كل ده انتوا يعني بتتعاملوا معاهم بحيث انهم يدوكوا المعلومه وبعدين انتوا تبداوا تشتغلوا؟ لا، احنا بنعمل شراكه. يعني مثلا اتحاد البنوك مصر عمل مبادرة للقضاء على العشوائيات. احنا كمصرف متحد دخلنا في هذه المبادرة ولينا ممثل قائم في اللجنة التنفيذية لتنفيذ المبادرة،
وكمان من خلال الممثل والدعم المالي برضو في لهذه المبادره. المبادره دي حجمها 300 مليون جنيه، وبدات بتوقيع دي كل البنوك لكل بنوك مصر مشتركه فيها. يعني ما نقدرش نقول كل البنوك، لكن اتحاد البنوك مصر عمل المبادره دي ووقع بروتوكول مع محافظه القاهره ومحافظه الجيزه لتنميه المناطق العشوائيه. وانا برضو عايز اقول ايه، التنميه بتروح لان بس موضوع الصرف الصحي والمباني وكده، لكن هي برضو تنميه الانسان والرعايه الصحيه والخدمات الاجتماعيه اللي بتقدم من خلاله. ما هي يعني القرى الاكثر فقرا فيها تفاصيل كتير بما فيها حتى الشق الانساني. مظبوط. بنتكلم على تعليم مثلا، يعني هل برضو بتخشوا في القصه برضو داخلين، لان هو المبادره بتتضمن شق التركيز على الرعايه الصحيه والتعليم. فالبروتوكول اللي وقع مع محافظه القاهره سواء في منطقه حلوان او شرق مدينه نصر ومع محافظه الجيزه بتتضمن انشاء مركز صحي ومدارس تعليميه. فهي بتركز على الجوانب التعليميه والبيئيه اكتر. طيب احنا عارفين من متابعه الانشطه الاجتماعيه للبنوك انه في دور مهم لعدد من البنوك المصرف المتحد منهم مع صندوق تحيا مصر. طبعا. وكان في اكتر من برنامج مؤخرا اعلن عنه من جانبكم ومن جانب الطرفين مع بعض. صحيح. عن احراز نجاح فيه، بعضها زي ما كانت قالت زميلتي ايمان انه في شق منها انصرف تحديدا لتنميه العمليه التعليميه. طبعا. بص حضرتك، احنا يعني يمكن في المصرف المتحد بنركز على حاجتين اساسيين، التعليم والصحه والبيئه والنواحي البيئيه، بس هو دول الاهم حاجه. بالنسبه للتعاون مع صندوق تحيا مصر، يمكن احنا اول ناس بدانا اول ما الصندوق انشئ. حسينا الناس، لان برضو كان في التبرع النقدي، احنا حبينا نوجد للناس وسائل مبتكره ان هو يساهم في دعم صندوق تحيا مصر. احنا بنتكلم على راس الصندوق مصرفي ايضا. محمد عشماوي. الاستاذ محمد عشماوي. فابتدينا نعمل اللي هو الدعم والمسانده العينيه. يعني يمكن العميل عنده مثلا مبنى، عنده قطعه ارض عايز يتبرع بيها، فاحنا بناخد هذه الارض بموجب تفويض من العميل ونبيعها عن طريق اداره امناء الاستثمار ونحطها في حساب تحيا مصر. برضو افرض ان هو عنده شهادات او شيكات اجله، فبرضه بناخد الشيكات الآجلة دي ونحصلها ونوضعها في حساب تحيا مصر. برضه لو عنده أسهم سندات وعايز برضه يودع الريع بتاعها أو العائد بتاعها أو يتنازل عنها لحساب تحيا مصر، برضه احنا معاهم. عملنا مع صندوق تحيا مصر وقعنا بروتوكول للقضاء على فيروس سي، واحنا كمصرف متحد برضه تبنينا موضوع الفيروس سي في الجامعات، واحنا متبينين مثلا جامعه سوهاج ان احنا بنتكفل بمصاريف الكشف المبكر عن المرض وتكاليف العلاج. فاحنا مع تحيا مصر حتى بدانا عندنا حمله للقضاء على فيروس سي في المصرف المتحد، وعملنا كشف لكل العاملين والشركات التابعه للكشف المبكر عن المرض ده. اضافه برضو مع شاركنا في التبرع في حي الاسمرات وفي افتتاحه. ده شق العشوائيات. ده شق العشوائيات. شق العشوائيات. استاذ فرج، يعني برضو يمكن الناس بتبص دايما للبنوك على انها يعني ايه اماكن تركز للاموال. احنا النهارده بنلقي ضوء على الجانب برضو الاجتماعي المهم. طبعا. انتوا ليكوا تعاون برضو كبير مع بنك الطعام المصري. طبعا. الى اي حد وصلتوا من هذا التعاون، وايه الجديد في شهر رمضان السنه دي؟ طيب احنا في بنك الطعام يمكن اول حاجه بدأناها معاه هو سك الاضحيه. كويس؟ سك الاضحيه ده وخدنا الفكره من بنك الربحي، ودي يمكن حققت اهداف كبيره وحققت اللي هو يعني يبقى الناس بتوفر لها احتياجاتها من اللحوم على مدار السنه، مش بس في وقت الاضحيه. كمان عملنا مع بنك الطعام اللي هو حاليا في شهر رمضان افطار صائم. صحيح. كويس؟ في حاجات كتير مع بنك الطعام، في برضه سك الفدو.
وفي خصوصاً سقي الاطعام. المؤسسات دي عندها داتا بالناس. طبعا هي دي النهارده الناس لما بتعمل اضحيه نفس الناس اللي هم في الشارع هم نفس الناس اللي بياخدوا اللحمه هم بتاع. لكن بنك الطعام هو عنده الداتا بتاع الناس دي بالظبط. وبيضمن ان دي هو أهمية يوزع الشراكة يعني. يوصل للمحتاجين فعلا. طيب اعتقد كمان انه يعني نقطه سريعه قبل ما نختم هي فكره المصانع المتعثره بيبقى في عندها عماله والعماله طبعا. يعني بتزود من البطاله. اعتقد ان البنوك ليها دور برضو في الجزئيه دي. طبعا احنا يعني حضرتك احنا بالنسبه للمصانع دي كانت مبادره برضو طرحت من البنك المركزي لدراسه المصانع المتعثره والوقوف جنبها ومنحها تمويل بحيث ان هي تقدر تفتح من جديد وتشتغل من جديد. يعني دي كانت مبادره من البنك المركزي والمصرف المتحد تواكب معاها وابتدينا نتعامل مع هذه المصانع المتعثره. انا بس عايز اقول برضو من الجهات اللي بنتعامل عليها مصر الخير، ودي طبعا مؤسسه ودي يمكن تعاملنا معاها في زكاه الغارمين وابن السبيل. يعني دي حاجات برضو كانت احنا وقت برنامجنا انتهى فبنوجه لحضرتك التحيه مره ثانيه استاذ فرج عبد الحميد نائب رئيس مجلس اداره المصرف المتحد. اهلا بحضرتك. وبوجه التحيه لزميلتي ايمان النهارده على تواجدها معايا وبنحيي الساده المشاهدين ويا رب نكون اضفنا في هذه الفقره شيء يدعو للتفاؤل والامل. شكرا زميلي محمد بركه. شكرا يا فندم استاذ فرج عبد الحميد نائب رئيس مجلس اداره المصرف المتحد على وجودك معانا النهارده. كل سنه وانت طيب. انا عايز اشكر حضراتكم واتوجه للشعب المصري بمناسبه شهر رمضان الكريم وبمناسبه ان النهارده 10 من رمضان انتصار الجيش المصري في اكتوبر. كل سنه وكل المصريين بخير. بشكركم مشاهدينا مره ثانيه على حسن المتابعه وان شاء الله اقابلكم بكره فقره جديده وحلقه جديده مباشره من مصرية. اللقاء.